السلام عليكم. من فترة نزلت المادة العلمية للحوافز الضريبية اللي بتشرح الجزئية الخاصة بقانون 5 وقانون 6 وقانون 7 اللي هو الحوافز الضريبية، ودي اللي بتعتبر الحزمة الأولى اللي نازلة من قبل وزارة المالية. فخلونا مع بعض نبدأ موضوع الحزمة الأولى ديت ونعرفها مع بعض ونتكلم فيها مع بعض في الفيديو ده، فيلا بينا. السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ على موضوع فيديو جديد بخصوص المادة العلمية للحوافز والتيسيرات الضريبية الحزمة الأولى. كانت مصلحة الضرايب من كام يوم نزلت الموضوع المادة العلمية للحوافز والتيسيرات الضريبية، والنهاردة هنستعرضها مع بعض إن شاء الله. وأول حاجة في الموضوع المادة العلمية كان الفهرس بتاعها، وكان بيتكلم عن أول حاجة المقدمة العامة والأهداف للتيسيرات الضريبية وتسوية أوضاع بعض المكلفين بالنسبة للقانون رقم 5 لسنة 2025، وكنا اتكلمنا عليه قبل كده. والحوافز والتيسيرات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه اللي هو القانون رقم 6، وبعض التعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 7، والحوافز والتيسيرات والإجرائية والتعليمات التنفيذية المرفقة. بالنسبة للجزئية الأولى اللي معانا، قالك إن بيتم بوجود فجوة بين التشريع والتطبيق صاحبها نشوء منازعات تفاقمت المنازعات جراء مجموعة من العوامل اللي اتحدت لتشكيل تحديات، والتحديات دي وقفت حجر عصر أمام طموحات القائمين على العمل الضريبي. وقالك للإيمان بقدرة المصلحة على استعادة رونقها ومكانتها كأعرق المصالح الإرادية، وبرعاية كاملة من الوزارة حكيمة تملك سياسات ورؤى نحو مستقبل أفضل، عكفت المصلحة لانتهاج فكر عصري يهدف إلى تعزيز الثقة بينها وبين مجتمع الأعمال. وقالك إن دي كانت البداية عشان يبتدي في موضوع الحزمة الأولى من الإجراءات الإصلاحية على المستويين التشريعي والتنفيذي، واللي بتستلزم وجود نظام ضريبي متكامل وواضح، وهو ده ما أقره القانون رقم 6 لسنة 2025 بالإضافة لإقرار مجموعة من الإجراءات التنفيذية. وقالك في السياق ده تمثلت الحزمة الأولى من التيسيرات والتسهيلات الضريبية في 20 إصلاح تم على عنوانها الرئيسية، وتم إجراء حوار مجتمعي مع العديد من ممثلين مجتمع الأعمال، وبتتمثل الأهداف الرئيسية في تخفيف الإعباء عن الممولين ومساندة السيولة لدى الممول وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية والعمل على إنهاء كافة المنازعات. أول حاجة الحوافز والتيسيرات للقضاء على المنازعات القديمة، وبتتمثل في أول حاجة إن هو عمل تجديد العمل بقانون نهاء المنازعات الضريبية، واللي صدر بشأنه تجديد القانون رقم 160 لسنة 2024. لو انت عندك في منازعة ضريبية مع مصلحة الضرايب وان انت عايز تتصالح، في عندك قانون 160 لسنة 2024 وده حتى 30/6/2025. وكان صدر قرار من وزير المالية رقم 540 لسنة 2024، وكمان أصدر قانون 5 سنة 2025 وده اللي كنا اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده، وهسيب لكم اللينك بتاعه أسفل الفيديو إن شاء الله. وقانون 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وقال لك على تاني حاجة الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ودي مهم جدا إن أنت لا يتجاوز حجم أعمالك السنوي 20 مليون جنيه. ولو تجاوزت يبقى أنت مش هتبقى من ضمن المطالبين بالقانون اللي هو رقم 6 سنة 2025 بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية. وقال لك تالت حاجة حوافز وتيسيرات إجرائية وتنفيذية بيتم إصدارها بموجب قرارات وزارية وتعليمات تنفيذية، وغرضها هو تبسيط الإجراءات الضريبية زي ما كنا شرحنا قبل كده موضوع التعليمات رقم 17 لسنة 2025، وهسيب لكم اللينك بتاعها أسفل الفيديو. قالك الفصل الأول عبارة عن تمهيد والعفو وتقديم الإقرارات الضريبية الأصلية والمعدلة التي لم يتم تقديمها، ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لقانون 5. وقال لك تسوية المنازعات عن الفترات السابقة عن عام 2025 والتصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، وعدم جواز استرداد الضريبة السابق سدادها. ودي مهمة جدا ان خد بالك ان انت لو في ضريبة سابق سدادها انت خلاص مش مطالب ان انت تقدر ترجعها، خلاص اللي اتسدد خلاص مش هينفع ان هو يرجع تاني. الفصل الثاني اللي هو بيتكلم عن الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات اللي لا يتجاوز حجم عملها 20 مليون جنيه. والفصل الثالث بيتكلم عن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الضريبية الموحدة الصادر بالقانون 206 سنة 2020. والفصل الرابع الحوافز والتيسيرات والتنفيذية والإجرائية.
اول حاجه عن الفصل الاول ان هو بيتكلم عن تسويه اوضاع بعض الممولين المكلفين بالقانون 5 سنه 2025. وقال لك ان المشكلات المشار اليها زي ان هو واجهه المجتمع الضريبي، ان هو عايز مزيد من الاستقرار في اوضاع الممولين المكلفين. قال لك في صوره النشاط اللي بيمارس خارج الاطار الرسمي وما يرتبط اليه انفاق الضريبي ضخم بيؤثر على الحصيله المحققه. وقال لك ان هو وجود كثير من الممولين والمكلفين غير الملتزمين بتقديم الاقرارات خلال الفترات الضريبيه السابقه، ووجود اعداد هائله من المنازعات. وفي ظل ما تقدم من المشكلات صدر القانون رقم 5 سنه 2025 في شان تسويه اوضاع بعض الممولين او المكلفين، والمنشور بالجريده الرسميه العدد 6. قال لك هنستعرض اهم بقى الاجزاء الخاصه بالقانون. اول حاجه العفو الضريبي، تاني حاجه تقديم الاقرارات الضريبيه الاصليه، وتالت حاجه تسويه المنازعات، ورابع حاجه التصرفات العقاريه، وخامس جزئيه اللي هي عدم جواز استبداد الضريبه السابقه. اول حاجه العفو الضريبي، قال لك في ظل التوسع الكبير للاقتصاد غير الرسمي في مصر او ما يعرف اقتصاد الظل، واللي اختلفت التقديرات حول نسبته، بيقول ان هو يتجاوز 50%، وده بيؤدي لفاق الضريبي يتجاوز نصف الحصيلة المستهدفة، واللي بيقترب من 1.8 تريليون جنيه. ودي مناسبة مرشحة للارتفاع خلال الفترة القادمة ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الفعالة لحد من انتشار الأنشطة الاقتصادية. ففي ظل الوضع للاقتصاد المصري، التوجه جاء نحو اتخاذ العديد من الإجراءات الضريبية الفعالة. فقال لك مفهوم العفو الضريبي في أبسط معانيه عن حقها في معاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضريبية وعدم اتخاذ الإجراءات الجنائية الواجبة في مواجهتهم حال توفر الشروط المقررة قانونا. واقتصر العفو ده على الملاحقة الجنائية في جريمة التهرب الضريبي فقط، وفقا لمفهوم السابق، بمعنى ان تتم المطالبة بالضريبة المستحقة عن الفترة محل العفو كدين مدني دون اعتبارها واقع التهرب ضريبي. يعني حضرتك هتدفع المبلغ اللي عليك كضريبة، ولن يتم اعتبارها كواقعة تهرب ضريبي بالغرامات الخاصة بالضريبة اللي عليك. يعني انت المفروض ان انت لو في تهرب بتدفع الضريبة ومثلها والغرامات عن الفترة السابقة، لا هو بيقول لك بس ادفع الضريبة عن الجزء اللي انت عملت فقط لا غير. وقال لك ده اللي هو قام به قانون 5 سنة 2025 في نص المادة الثانية، اللي قالت لك لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغ أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. وبيعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط. يعني لو حضرتك ما كنتش مسجل، انت دلوقتي التسجيل بتاعك هيعتبر هو تاريخ بدء مزاولة النشاط بتاعك بدون اي حاجة عن الجزئية السابقة. وده بالنسبة للجزء غير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية فقط. وقال لك وفقا لنص النص المادة ديت، يبقى الاشخاص اللي بيمارسوا انشطتهم خارج اطار المنظومة الرسمية دون اتخاذ اجراءات التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية سواء بضريبة الدخل او بضريبة القيمة المضافة، لا يجوز ان تتم محاسبتهم عن الفترة السابقة على العمل بهذا القانون ايا كانت فترة ممارسة نشاط. يعني لو حضرتك بتمارس النشاط قبل ما تسجل فيه قانون الضرائب سواء دخل او ضريبة قيمة مضافة، لن يتم المحاسبة عن الفترات السابقة ما قبل التسجيل، سواء تمت ممارسة النشاط لفترة قصيرة العمل بالقانون أو لفترة تمتد حتى لسنوات، وأيا كانت طبيعة هذا النشاط، أي سواء كان نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا. يعني حضرتك لو أنت سجلت في خلال الفترة الأولى اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي 3 شهور سواء قيمة مضافة أو دخل، لن يتم اعتبار الفترة السابقة اللي انت عملتها كنوع من أنواع التهرب الضريبي، ولن يتم المحاسبة الضريبية عن الفترة السابقة، في المقابل ان انت حضرتك تسجل في سواء ضريبة الدخل او ضريبة القيمة المضافة. وقال لك ان هو القانون بتاريخ 13/2/2025 هيعتبر مثابة تاريخ بدء ممارسة النشاط، وهو يمكن ان نطلق عليه شهادة ميلاد الممول او المكلف. طيب التساؤل بقى اللي صار هنا حول مدى سريان العفو الضريبي على الاشخاص المسجلين لاغراض ضريبة التصرفات العقارية اللي كنا اتكلمنا فيه. التساؤل ده حالات تسجيل شخص لاغراض التصرفات العقارية فقط. يعني هنا قال لك ايه؟ فقط اي قيامه بتصرف عقاري دون ان يمثل ذلك نشاطا يمارسه على سبيل الاحتراف، تصرف عقاري وحيد
يعني اللي قام بأكتر من تصرف عقاري لا يدخل ضمن الجزئية ديت. هو قال لك تصرف عقاري وحيد. في هذه الحالة لا يمكن القول بأن مثل هؤلاء أشخاص يعدوا مسجلين بالمصلحة عن نشاط خاضع للضريبة معلوم لدى المصلحة على النحو الذي ينال من الحكمة التي من أجلها شرع العفو الضريبي. طيب، وأكدت التعليمات التنفيذية 17 لسنة 2025 عن تحديد المقصود بغير مسجل ضريبيا المشار إليه في هذا المبدأ. يعني لو حضرتك كنت بأكتر من تصرف عقاري ما بتدخلش من ضمن جزئية العفو الضريبي اللي قال عليها، وبيعتبر النشاط بتاعك هو نشاط على وجه الاحتراف أو خدمة أو مهني أو ثروة عقارية قبل تاريخ 13/2/2025. يبقى حضرتك هتروح تسجل أو تصرفات عقارية، لأن التصرفات العقارية اللي أنت قمت بالعمل بيها هو التصرف على وجه الاحتراف، لأنك حضرتك قمت بأكتر من عمل. فده من الأفضل إن أنت تروح تسجل في مصلحة الضرائب، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات في مواجهته من جانب المصلحة. ده بالنسبة اللي قام بالجزئية اللي احنا قلناها قبل كده، ان هو قام بتصرف عقاري وحيد، ولا يعد في حكم الإجراءات المتخذة من جانب المصلحة في مواجهة الشخص الذي يزاول أي نشاط من الأنشطة سالفة الإشارة. وقال لك المادة المذكورة حددت 3 شروط لسريان الحكم المشار إليه. أول شرط تقديم طلب للتسجيل بضريبة الدخل خلال 3 شهور. يعني حضرتك دلوقتي لو بتقوم بعمليات تصرفات عقارية أكتر من مرة وده بالوجه الاحترافي، مهم جدا ان انت تسجل في خلال 3 شهور من تاريخ العمل القانوني المشار اليه اللي هو 13/2/2025. وكمان تسجيل بضريبة القيمة المضافة والذي يرتبط ببلوغ حد التسجيل المقرر قانونا اللي هو 500,000 جنيه خلال السنة المالية التالية على العمل بهذا القانون. وقال لك وفقا لنص المادة 16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك حال التعامل في السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. أما إذا كان النشاط يتعلق بسلع أو خدمة جدول، مهم جدا يتعين أن يتم التسجيل فور العمل بالقانون المشار إليه لعدم وجود حد للتسجيل. لأن طبعا زي ما انتوا المتابعين للقيمة المضافة والشرح بتاعها، إن انت لو انت حضرتك مسجل في القيمة المضافة، لو انت موصلتش للحد اللي هو 500,000 جنيه انت مطالب بالتسجيل لحد ما توصل 500,000. طيب لو انت تعديت 500,000 لازم تسجل قيمة مضافة. طيب بالنسبة لضريبة الجدول، لا، انت بتسجل قيمة مضافة من أول يوم ما دام عندك أي ضريبة من ضرائب الجدول زي المقاولات وغيرها. وهتلاقوا في جزئية التشغيل عندنا الجزئية الخاصة بقانون القيمة المضافة وضرائب القيمة المضافة، عبارة عن 33 فيديو كنا شرحنا فيهم القيمة المضافة بالكامل. للي حابب ان هو يتعمق اكتر في موضوع القانون القيمة المضافة، تم شرح القانون من خلال القناة بتاعتنا اللي هي قناة المراجع المصري. نرجع بقى للجزئية الخاصة بينا اللي هي القيمة المضافة. وأجازت المادة المذكورة لوزير المالية إن هو ممكن يمد المدة ديت مدة 3 شهور تانية مقررة بتقديم الطلب. بس طبعا احنا إلى الآن طبعا ممدش وزير المالية لأن احنا فترة ال3 شهور الأولانيين، فممكن يمدها وممكن ميمدهاش. فمن الأفضل إن أنت حضرتك تسجل في خلال المدة دي. وقال لك يعني بمعنى أصح أقصى مدة لتقديم الطلب المشار إليه حال المد هو 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. بس طبعا احنا هنا قلنا ايه، يجوز ان وزير المالية يمدها لمدة واحدة فقط، يعني ممكن يمدها وممكن لا، عشان اللي عايز اللي هيستنى بعد ال3 شهور تانيين ممكن ما يمدش. نيجي بقى للجزئية الأهم معانا اللي هي رقم 2، ألا يكون قد اتخذ أي في مواجهة الشخص طلب تسجيل. يعني لو حضرتك تم اتخاذ أي إجراء من جانب المصلحة، ده ما يعتبرش ان انت داخل من ضمن القانون ده. ليه بقى؟ لانك بيقول لك هنا ايه، اقتضت حكم من عفو الضريبه تقرير هذا الشرط حيث ان العفو قد تقرر اشخاص لا علم لمصلحه الضرائب بمزاولتهم لانشطه خاضعه للضريبه وما يترتب على ذلك من وجوب تسجيلهم. اما حال اتخاذ اي اجراء في مواجهه هؤلاء الاشخاص فان ذلك يعني علم المصلحه بممارسه النشاط وهو ما يتعارض. يعني لو حضرتك كنت دخلت تهرب ضريبي وتم تسجيلك جبري في مصلحة الضرائب او المصلحة عرفت بالموضوع دوت وحضرتك شغال في موضوع تهرب ضريبي، او ان انت المصلحة عرفت باي شكل من الاشكال بالنسبة للقيمة المضافة او الدخل، خلاص انت كده بره الجزئية الخاصة بالعفو الضريبي. وعليه فان تحرير محضر، وده اللي هي الجزئية اللي بيقولك بيها ازاي المصلحة بتبقى عرفت، ان بيتم تحرير محضر في مواجهة الشخص لعدم قيامه بالتسجيل وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل او ضريبة القيمة المضافة.
شروط تطبيق العفو قال لك ايه؟ قال لك التعليمات التنفيذية 17 سنة 25، ودي كنا اتكلمنا عليها قبل كده في موضوع التعليمات التنفيذية بتاعتنا اللي هي الجزئية الخاصة بيه. كنا اتكلمنا قبل كده على موضوع التعليمات التنفيذية اللي هي 17 لسنة 2025، واللي حابب ان هو يشوفها مرة تانية. بالنسبة بقى نرجع للجزئية التانية بتاعتنا اللي هو التعليمات التنفيذية. قال لك مهم جدا بالنسبة للتعليمات التنفيذية اللي هي 17 لسنة 2025، أشارت إلى سريان المادة التانية، وقال لك المشار إليه على المسجلين بضريبة الدخل وغير المسجلين بضريبة القيمة المضافة، ولم يتم اتخاذ إجراء في مواجهتهم بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة. رقم 3، هيقدم المستندات اللازمة لانضمامه للمنظومات الإلكترونية اللي بتطبقها مصلحة الضرائب المصرية، واللي متمثلة في منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية المطبقة بالمراكز والمأموريات. وقال لك ايه؟ قال لك دي منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية واللي بتمت المراحل ال8 بتاعتها، لأن احنا دلوقتي أي حد بيقدم فاتورة رقمية بيتم رفضه تماما، وكل الشغل بيتم دلوقتي عن طريق الفواتير الإلكترونية الخاصة بمصلحة الضرائب ومنظومة الإيصال الإلكتروني اللي تم تطبيق 6 مراحل من مراحلها ال9، واللي بينتهي تطبيقها في 12/2025. وكمان منظومة توحيد معايير حساب الضريبة على المرتبات، لأن احنا دلوقتي احنا بقينا مطالبين كشركات ان احنا لما نيجي نقدم فاتوره بنقدم فاتوره ضريبيه، وكمان دلوقتي بقينا مطالبين بالتسجيل في منظومه المرتبات. ومنظومه المرتبات دي ان انت بتقدم الاقرارات بيتم فيها ذكر الاقرارات بتاعتك، وبيتم فيها ذكر رقم القومي لكل واحد شغال في الشركه بتاعتك، والارقام اللي بيقبضها عشان بيتم توحيدها مع خد بالك مع جزئيه التامينات. فمهم جدا، وده بتحذير بيتقدم لما بتيجي تقدم الاقرار الخاص بالمرتبات ان بيتم ابلاغ التامينات. فمهم جدا ان انت تكون مأمن على الاشخاص اللي انت بتقدم لهم الاقرارات الضريبيه الخاصه بالمرتبات بتاعتهم. بالنسبه بقى حاجه تانية اللي هي تقديم الاقرارات الضريبيه الاصليه والمعدله التي لم يتم تقديمها. قال لك ان هو بيعد من اهم الالتزامات، ودي اللي صادره بالنسبه للقانون الاجراءات الضريبيه الموحد 206 سنه 2020. وقال لك بيقع من المورين المكلفين عديد من حالات عدم الالتزام بتقديم الاقرار الضريبي، وعشان كده في سبيل معالجه الجزئيه ديت الماده الثالثه من قانون رقم 5 سنه 2020 قدمت تيسيرات ضريبيه كبيره في مجال تقديم الاقرارات الضريبيه. ونصت المادة 3 من القانون 5 سنة 2025 على أن الممول أو المكلفين الذين لم يتم مقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات بداية من سنة 2020 وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون حق في تقديم هذه الإقرارات. وتشمل هذه الإقرارات المقرر قانون المستندات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الضريبية الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بقانون 206 لسنة 2020، زي احنا قلنا قانون الإقرارات الخاصة بالقيمة المضافة والدخل والمرتبات. والممولين المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة. طبعا احنا بنتكلم عن فترة ال5 سنين اللي هي من تاريخ العمل بالقانون اللي هي فبراير 2025، هترجع 5 سنين لورا. من حقك ان انت تقدم الاقرارات الضريبية بتاعتك لو انت مش مقدمها، ومن حقك كمان ان انت تقدر تعدلها في خلال ال3 شهور اللي احنا قلناهم خاصة بالقانون في حالة وجود سهو او خطأ او بيانات لم يتم ادراجها بالاقرارات. وطبعا بنأكد ان الجزئية ديت مش هيقع داخلها الاقرار الضريبي الخاص ب 2024 لانه اخره بيبقى شهر 3 بالنسبة للمنشآت الفردية وشهر 4 بالنسبة للشركات. وبيسري حكم المادة الثانية من المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وبلا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر بشرط تقديم الإقرار المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وقال لك ايه؟ بيسري النص المشار اليه على الاقرارات الضريبيه وقت تقديمها على اي فتره من الفترات الضريبيه لا تبدا من عام 2020،
وتنتهي في الفترات الضريبية السابقة على العمل بهذا القانون، يعني سريانه عن 2020 21 22 23. زي ما قلنا بالنسبة للدخل هيبقى 24 مش داخل من ضمنهم، فمهم جدا ان انت تقدم اقرار 24 في المواعيد القانونية الخاصة بيه حتى فترة 12 2024. يعني احنا هنا بنتكلم كقيمة مضافة اخرك لحد قانون القيمة المضافة او اقرار القيمة المضافة اللي هو 12 2024. وده اللي اوضحته التعليمات التنفيذية اللي احنا كنا ذكرناها قبل كده اللي هي 17 سنة 2025، واللي قالت في تطبيق نص المادة 3 من القانون 5 سنة 2025 بيكون للممول أو المكلف الحق في تقديم الإقرارات الضريبية الأصلية أو المعدلة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وأشارت كمان إلى سريان المادة 3 على الإقرارات الأصلية المعدلة السابق تقديمها عن ذات الفترات. نيجي بقى للإقرارات الشهرية لضريبة القيمة المضافة وفقا لنص المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، وكمان الإقرارات اللي بيرخص من رئيس المصلحة أو من مفوضه بتقديمها مرة أو مرتين في السنة. زي احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الجزئية الخاصة بيهم اللي هم بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو اللي بيؤدي الخدمات اللي بتقوم بالتصدير أو الاستيراد أو أداء خدمة مرة أو مرتين في السنة اللي هو الإقرار المسن. او كمان بنتكلم عن الاقرارات الربع سنويه الخاصه بضريبه المرتبات وفي حكمها، وكمان الاقرارات السنويه اللي هي اقرارات ضريبه الدخل اللي كنا قلنا عليها، والاقرارات اللي بيتم تقديمها في المواعيد الخاصه من قانون الاجراءات الضريبيه الموحد. وقال لك الاقرارات المعدله اللي بيتم تقديمها بموجب الماده 33 من قانون الاقرارات الضريبيه الموحد سواء كانت اقرارات ضريبه الدخل او ضريبه القيمه المضافه. ويشترط للاستفادة من نص هذه المادة تقديم الإقرارات التي لم تقدم أو الإقرارات المعدلة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. زي ما قلنا هنا قال لك قبل تاريخ 14/8/2025 وإلا سقط حق الممول المكلف في الاستفادة بالميزة الخاصة بالإقرارات. وقال لك هنا بقى إيه أثير تساؤلات حول مدى إمكانية الاستفادة من الممول المكلف من نص المادة 3 المشار إليه. والتعليمات التنفيذية 17 سنة 2025 أجابت عن هذا التساؤل في جميع الأحوال. لا يجوز الاستفادة من الميزة المقررة بنص المادة 3 حال قيام المصلحة بالبدء في إجراءات الفحص أو اكتشافها لأحد حالات التهرب الضريبي لأي فترة من الفترات. يعني حضرتك لو أنت في فحص قائم في خلال سنة 2020 أو 21 ما يجوزش ليك إن أنت تعدل في الإقرار الضريبي لأن أنت دلوقتي شغال في عملية الفحص فخلاص. انما انت لو ما تمش فحصك في خلال ال 20 21 22 23 و 24 فمن حقك ان انت تقدم اقرار ومعدل عادي خالص، مفيش مشكله خالص. وحتى لو في ضريبه هتدفع الضريبه بدون ما تدفع اي غرامات للضريبه بتاعتك. وبيترتب على تقديم الاقرار الاصلي او المعدل خلال المده المشار اليه عدم احتساب مقابل تاخير او ضريبه اضافيه عن الفتره ما بين تقديم الاقرارات الاصليه والاقرارات المعدله، وعدم سريان العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه والخاصة بتقديم الإقرار بضريبة خلال 60 يوم التالية عن انقضاء الأجل المحدد، وعدم سريان الجزاءات المالية كمان بموجب أي قانون ضريبي آخر من أبرزها الجزاءات المالية المقررة بموجب نص المادة 87 مقرر كمان شالها من ضمن الجزئيات الخاصة بيها والخاصة بالجزاءات المالية المترتبة على إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار. نيجي للجزئية التالتة اللي هي جزئية تسوية المنازعات عن الفترات على تاريخ 1/1/2020. بالنسبة بقى لسعي المصلحة لتحقيق الهدف إن هي تعمل إجراءات مبسطة لتسوية المنازعات واللي تقام بشأن أي فترة ضريبية سابقة على تاريخ 1/1/2020 وكمان أي مرحلة نظر المنازعات. المواد بقى 4 و5 و6 من القانون 5 سنة 2025 واللي ميزت بين حالتين: حالات الفحص التقديري وحالات الفحص المستندي، وكنا اتكلمنا فيها بالتفصيل في المواد ديت اللي هي 4 و5 و6 من قانون 5. الأهم بقى هنيجي للجزئية دي بالنسبة للفحص التقديري إن هو قدم إقرارات عن الفترة أو فترات محل المنازعة. قال ايه؟ يتم الاعتداد بالضريبة المستحقة من واقع الاقرار لتسوية المنازعات. يعني الضريبة اللي انت دفعتها في الاقرار بتاعك اللي انت قدمته كاقرار تقديري بس هتتعين قيم بسداد 30%
من قيمة الضريبة المستحقة من واقع هذا الإقرار فضلا عن سداد ضريبة الإقرار. يعني بنتكلم عن 130% من الضريبة عشان تقدر تنهي وتسوي المنازعة معاك، وبيترتب على هذا سداد انقضاء المنازعة بقوة القانون. يعني حتى هنا شرحها لك بشكل أفضل، قال لك منازعة ضريبية منظورة في 2016 و17 و18 أمام اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن أو المحكمة المختصة، والممول قدم إقرارات عن الفترات الثلاثة بقيمة 10,000 جنيه و20,000 و30,000. بيتم احتساب الضريبة المطلوب سدادها لتسوية المنازعة. هنيجي في 2016 10,000 هنضربه في 30% يبقى 3,000 جنيه، يبقى المطلوب سداده 10,000 اللي هو ضريبة الإقرار، وال3,000 جنيه اللي احنا قلنا اللي هي 30% هيبقى 13,000 جنيه شاملة ضريبة الإقرار. بالنسبة مثلا 2017 ال20,000 30% في 6,000 يبقى 26,000 جنيه، وهكذا في 2018 30,000 30% 9,000 جنيه زائد 30% هي ضريبة الإقرار يبقى 39,000 جنيه. عدم وجود ضريبة يتم على أساسها مقابل التسوية، وهو متحقق في 3 فروض. أول حاجة عدم تأديب الإقرار عن الفترة أو الفترات محل المنازعة. أول حاجة إن أنت ما قدمتش إقرار أصلا، أو تقديم إقرار عن الفترة أو الفترات محل المنازعة بدون ضريبة مستحقة، قدمت أنت الإقرار صفري، أو إن أنت قدمت الإقرار عن الفترة أو الفترات محل المنازعة منتهي الخسائر الضريبية، حضرتك قدمته إن أنت بتقدم بخسارة. في الفروض الثلاثة دي بيتم احتساب الضريبة واجبة السداد لإنهاء المنازعة على أساس آخر ضريبة واجبة سداد. آخر ضريبة حضرتك عملتها واجبة سداد بيتعين 40% من قيمة الضريبة فضلا عن الضريبة واجبة أداء. يعني حضرتك هتاخد الضريبة وتضربها في 40%، ودي تدفع 140% عشان تنهي المنازعة بتاعتك. والتعليمات التنفيذية اللي هي 17 سنة 2025 المقصود بالضريبة واجبة الأداء، احنا عندنا هنا في تطبيق البند 2 من المادة 4 بأن كل ضريبة تم الموافقة عليها من جانب الممول أو المكلف وفقا لأساس الربط اللي هو الاتفاق المباشر بالمأمورية أو لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو توصية لجنة إنهاء منازعات أو قرار لجنة إعادة النظر أو حكم محكمة لأي فترة ضريبية سابقة على فترات النزاع. وبتكون القيمة الضريبة واجبة السداد موحدة على أي فترة من فترات النزاع. يعني هتاخد حضرتك آخر اتفاق ضريبي أقرته مع مصلحة الضرايب وهتدفع الضريبة و40% منها، يعني هتدفع 140%. قال لك مثال على ده في 2016 و17 و18. قال لك مثلا بالنسبة 16 لو كان في ضريبة 50% هتدفعها في 50,000، ف40% تبقى 20,000 جنيه، يبقى المطلوب سداده 50,000 زائد 20,000 70,000 جنيه. و17 زي ما انتم شايفين 50,000 في 40% 20,000 يبقى 50,000 زائد 20,000 70,000 جنيه. و18 برضو نفس الحكاية عشان حضرتك لو في أي نظر أمام لجنة الطعن أو المحكمة المختصة تقدر تنهي المنازعة عن طريق الجزئية الخاصة بالمنازعات الضريبية بتاعتك، اللي من خلالها اللي احنا قلنا بموضوع خصوص بإنهاء المنازعات كنا اتكلمنا عليه قبل كده. اتكلمنا على نموذج تسوية المنازعات الضريبية واللي كان نزل على صفحة المراجع المصري على الفيسبوك، أدعوكم ان انتوا تخشوا عليها. نزلت فيها نموذج تسوية النزاع وهتشوفوه زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. والنماذج ديت المفروض ان هي موجودة على موقع مصلحة الضرايب عشان حضراتكم تبتدي ان انت تقدم على النموذج دوت عشان تعرف من خلاله الشغل بتاعك هتعمله ازاي. ودي النماذج اللي انتوا شايفينها قدامكم. هنرجع بقى للجزئية اللي هي الخاصة بالمنازعات الضريبية بتاعتنا زي ما وضحنا لحضراتكم. وقال لك بقى المادة الرابعة فقرة أخيرة، الحق للممول أو المكلف في حالة الفحص التقديري السابقين إن هو يقوم بتقسيط كمان الضريبة الأصلية ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على 4 أقساط سنوية متساوية بيستحق القسط الأول منها خلال 3 أشهر من تاريخ الإصدار. وقال لك إن من المتصور في وجود حالات لا يتوفر بشأنها البندين السابقين، وهي الحالات التي لم يتم يتقدم فيها الممول أو المكلف بالقرار عن فترة النزاع، وكمان مفيش ربط نهائي سابق على فترة النزاع، يمكن اتخاذه كأساس للضريبة وتسوية المنازعات. عالجت التعليمات التنفيذية رقم 17 لسنة 2025 للجزئية ديت، وأجازت للممولين والمكلفين الذين لا يتوفر بشأنهم بند 1 و2 من المادة النزاع عن باقي فترات الراحة. يعني حضرتك بمعنى أصح
لو ما عندكش اي فترات سابقه للنزاع، وان ده يعتبر اول جزء ليك او اول سنه خاصه بيك، ممكن بتتواصل مع مصلحه الضرايب على الرقم اللي هتتفقوا ليه بيه على اساس تسويه النزاع، وبتعتبره هو الاساس اللي انت بتعمل بيه للسنين اللي بعد كده. وكمان تضمنت التعليمات المشار إليه معالجة الحالات الربط لعدم الطعن، وأجازت للممولين أو الممول أو المكلف اللي سبق الربط عليه لعدم الطعن والفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 الاستفادة كمان من أحكام مواد 4 و5 و6 و7 من قانون رقم 5. يعني حضرتك حتى كمان لو في طعن على محضر حجز عن فترات النزاع المربوط عليها عدم الطعن للفترات كمان المنتهية قبل 1/1/2020 وداخلة مع الجزئية 2020، حضرتك من حقك كمان ان انت تستفاد بالقانون المشار